السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه الزبادي. طبعا الزبادي مهم جدا في شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. ما حدش يقدر يستغنى عنه خالص، لازم كل يوم في السحور. هنعمله في البيت بطريقه حلوه قوي، هيطلع ناعم وكريمي وناجح جدا، احلى من بره بكتير، كمان مش هيكلفنا كتير. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه معايا كيلو لبن، ده لبن جاموسي، حطيته على النار عشان خاطر يغلي. لازم اغليه واسيبه شويه، يعني بعد ما غلي عندي هديت عليه النار وسبت حوالي 10 دقايق كده يغلي، بتحس ان هو اقل شويه بس بيكون تقيل وبيكون طعمه حلو. دلوقتي بعد ما غلي بقى خالص كويس معايا، هطفي عليه النار كده. طفيت خلاص النار عليه واسيبه يهدى شويه. بقلب فيه كده عشان يهدى شويه، لان ما ينفعش طبعا احط عليه الزبادي وهو سخن قوي. لازم كده ايدي تستحمل الحراره بتاعته. هو كده لسه سخن، فانا بقلب فيه، هقلبه شويه كده اطلع منه البخار لحد ما الاقيه كده بارد شويه. يعني لازم لما احط صباعي كده اتحمل لحد 5 بس، مش اكتر من كده. لكن هو لو سخن قوي هينزل ميه، هيعمل شرش كده، وفي نفس الوقت مش هيكون حلو، هيكون طري قوي. وكمان لو اللبن بارد برده مش هيروح. يبقى لازم يكون سخن بس مش سخن قوي، يعني يا دوب بيبخر بسيط بس كده. دلوقتي بقى احط عليه الزبادي. ممكن انت عايزه تعمليه بقى زبادي بلدي او زبادي من بتاع الشركات، براحتك. دي هتكون الخميره بتاعتك بقى اللي تعملي بيها بعد كده. يعني الزبادي اللي هتحطيه هيطلع معاكي. انا دلوقتي عامله الزبادي اللي هو الجاهز، ده زبادي المراعي الجاهز، هيطلع نفس طعمه واحلى كمان. لان طبعا هنكون عاملينه بخيره، اللبن بخيره، فهيكون طعمه احلى كتير كمان من الجاهز. عايزه تعملي زبادي بلدي برضو هيخليه الزبادي البلدي بنفس الطعم. دوبت الزبادي بتاعي بقى كويس كده عشان خاطر يكون ناعم، لازم ادوبه كده كويس بشويه لبن يكون ناعم. وبعد كده حطيته على اللبن كله، هقلبه فيه كويس كده. انا متاكده ان هو اختلط بيه كله، مفيهوش حتت. وفي الوقت ده قبل ما اصبه في الكوبايه انا ولعت الفرن 5 دقايق بس. بولع الفرن 5 دقايق بس واطفيه. يعني بولعه 5 دقايق على ما اصب الزبادي في الاطباق او الكوبايات واطفي الفرن، وبعد كده احطي فيه. معايا دلوقتي البولات الصغيره دي او الكوبايات، زي ما انت عايزه تحطي، او عايزه تحطيه بقى في طواجن صغيره كده فخار برده براحتك. هصب بقى اللبن كله كده في الاطباق والكوبايات. لازم احطهم كلهم، وبعد كده لازم اغطيه طبعا وهو دافي كده على طول، ما سيبوش يبرد. الفرن عندي دلوقتي دافي وطفيت عليه. اغطي بقى الزبادي كله كده بالكيس او بالاسترتش. لازم اقفله كويس، وكمان احط عليه فوطه. لو انا مش هحطه في الفرن، احط الحاجات دي في صينيه، احط البولات دي كلها والكوبايات في صينيه، واغلي حبه ميه احطهم في الصينيه واغطي عليه برده. هسيب البخار دوت عشان خاطر طبعا احنا في الشتاء لازم اعمل له الطريقه دي عشان خاطر يخمر معايا ويبقى زبادي. لو في الصيف طبعا ساعتين 2 هيكون عمل لوحده. انا غطيته كده كويس، هسيبه بقى في الفرن. الفرن دافي وطفيت عليه. حطيت بقى الكوبايات دي وهسيبها، سبتها لحد بالليل. انا عاملاها من الصبح، سبتها لحد بالليل. لازم طبعا تغطيه بحاجه كده عشان خاطر لازم الضلمه. قعد معايا حوالي 10 ساعات او 12 ساعه. وبعد كده حطيته ساعه واحده بس في التلاجة عشان خاطر القشطه تفصل منه كده، تعرفي تشيلي وش القشطه بتاعه كده. لازم تحطيه ساعه بس في التلاجة. لكن هو متماسك جدا، مفيهوش ولا نقطه شرش زي اللي بنشتريه من بره، وكريمي وناعم وطعمه حلو جدا. تحس ان هو قشطه كده مش زبادي. طعمه حلو جدا ورخيص طبعا، مش هيكلفنا زي العلبه دلوقتي بقت ب10 جنيه. احنا عاملين دلوقتي 9 علب من كيلو اللبن. حلو جدا وناعم، متماسك جدا. تقدري بقى تخلي عندك كوبايه من دي تكون خميره كده تعملي بيها على طول. انتي اول مره بس بتشتريها، بعد كده تخلي عندك بقى تعملي بيها على طول. بيلمع جدا، كريمي جدا، وبيلمع كانه في قشطه بالظبط. ده زبادي طبعا ساده، تقدري تعمليه بالفاكهه. ممكن تحطي فيه بقى الفاكهه نفسها او تعمليها مربى وتحطيها في قلبيه، برضو بيكون حلو جدا. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.